إجازاتي الخاصة أحاول أن أقضيها في محل لم يكن هناك فيه نوع من التعقيد، وهي مثلا ذهابي إلى عمان. ليش قاعد في عمان؟ نعم. على ساحل طوله 30 كيلو. نعم. ليس في أحد إلا قرية يمكن عدد سكانها لا يتجاوز 700 إلى 600 شخص. فلذلك أكون يعني دائما سعيد بأن أبقى في منطقة الإنسان يرتاح فيها، الصيد، السمك، شلون اكتشفت ساحل عمان؟ يعني أنت كثير الأسفار ورحت زرت دول كثيرة وشفت سواحل كثيرة، هالمنطقة اللي الآن قاعد نشوفك دائما تروح لها بإجازاتك، رحت لها بالصدفة وحبيتها؟ والحقيقة سببها كان عندي صديق وهو نوخذة عندي اسمه محمد المسكتي. ايوه نعم. نعم مبارك. كان مبارك، كان عنده لنج يروح دائما إلى عمان، فيذكر لي عمان. فرحت عمان يوم واحد، وكان ما عندنا حتى شيء نذهب فيه. وصلت بالطيارة من مسقط يعني إلى صلالة. نعم. فاتصلت في الديوان وهيئوا لنا سيارات جيبات بذكرها لحد الآن. نعم. ركبنا بجيبات السلطانية وذهبنا إلى المنطقة اللي ذكرها لنا أبو. أي سنة أبو العمر؟ والله ما أذكر زماني. فنزلنا عند الوالي، عند النائب اللي في المنطقة، ولحد الآن حي موجود النائب. نعم. فنحن حوالي 8 كلنا في غرفة واحدة، ونمنا فيها، ننام فيها ليلة واحدة، نمنا ليلة واحدة. لكن الظريف في الموضوع نروح الصيد في القارب من عندهم. نعم. رجعنا يوم من الأيام كنا بسط محطوطة وإلا ريحة لحم، مشوي، لحم مشوي. كشفنا واحد من البسط، وإذا قوزي بحالة محطوط لنا في الغرفة هذه. فلذلك كضيافة كضيافة يعني.